تخيل إنك تقرأ عن إنسان قرر أن يدفن نفسه وهو حي بكل وعي وهدوء، وبعد سنين وجدوا جسده متحنطا، لا تبوت لا أدوية لا تجميد، جسده تحول إلى تمثال والروح غادرت في سكينته. فهل هذا سحر أم علم أم شيء أعمق من ذلك؟ في جنوب اليابان، وتحديدا في منطقة تسمى نياماجاتا، كان هناك دير قديم يعيش فيه رهبان بوذيون، وفيه عاش راهب يدعى تيتسو شينيتسو. تركوا له جرسا ليقوم بقرعه كل يوم للتأكد أنه ما زال حيا. الراهب كان جالسا في وضع التأمل. هذا الراهب كان زاهدا منعزلا وقريبا جدا من الروحانيات. عاش كل حياته في تأمل وعبادة حتى بلغ من العمر 78 عاما. في تلك اللحظة أعلن قرارا صادما، قال: أريد أن أموت طوعا وأحول نفسي إلى تمثال حي. الرهبان حوله صدموا، حاولوا إقناعه بالعدول لكنه أصر. كان يؤمن أن هذه أرقى درجة في طريق التطهر الروحي. فبدأ رحلة قاتلة تسمى سوكوشيمبوتسو، وهي طقس بوذي قديم يجهز فيه الراهب جسده للموت والتحنيط الطبيعي. في السنة الأولى توقف عن أكل كل ما فيه دهون أو سكر، وبدأ يتغذى على أعشاب مرة وجذور من الجبال. في السنة الثانية بدأ يشرب مادة سامة تسمى الأوروشي، تأتي من شجرة خاصة. هذه المادة تقتل البكتيريا في الجسم وتجفف الأعضاء من الداخل. وطوال هذه المدة كان يصلي ويتأمل، والرهبان يراقبونه في صمت. وفي نهاية الرحلة دخل تابوتا خشبيا ودفن وهو حي. تركوا له جرسا ليقوم بقرعه كل يوم للتأكد أنه ما زال حيا. وفجأة سكن الجرس. عدت 3 سنوات، فتحوا التابوت وما رأوه كان مريبا. الراهب كان جالسا في وضع التأمل، جسده لم يتفكك ولا وجدت رائحة موت، وبشرته كانت جافة كأنها حجر، كما لو أنه تمثال، لكنه لم ينحت بل هو بشر حقيقي. العلماء درسوا جسده وقالوا إن ما حدث كان ناتجا عن تجويع طويل وتعاطي مواد سامة، مما أدى إلى توقف نمو البكتيريا وحفاظ الجسم. ولكن الرهبان كان لهم رأي آخر. قالوا إن الروح بلغت حالة النرفان، وأن الصفاء الروحي كان أقوى من فعل الزمن. والمفاجأة، يوجد أكثر من 20 راهبا في اليابان قاموا بالطقس نفسه، وجثثهم موجودة إلى اليوم كأنهم تماثيل، ولكنهم بشر. سؤال لك: هل يمكن أن يتحول الجسم إلى تمثال بدون تحنيط، أم أن الروحانية أقوى من العلم؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك، لأن ما سيأتي أغرب وأخطر. دارك زون لما تكون الحقيقة أغرب من الخيال.